في حدث كروي ينتظره الملايين من عشاق كرة القدم العربية، وفي أجواء مشحونة بالحماس والترقب، اكتمل أخيرا عقد المنتخبات المتأهلة إلى نهائية بطولة كأس العرب قطر 2025. نسخة جديدة بطموحات جديدة وبمواجهات نارية تعد بالكثير من الإثارة منذ صافرة البداية. فبعد انتهاء مباريات الملحق الحاسمة اتضحت الصورة أخيرا: 16 منتخبا عربيا يستعدون لمعركة كروية استثنائية، بطولة تجمع تاريخا طويلا من التنافس وتحمل معها كل عناصر الدراما: الندية، القوة، المهارات والحماس الجماهيري الذي لا يهدأ. البطولة ستنطلق في الأول من دجنبير المقبل، لتبدأ قصة جديدة من قصص كرة القدم العربية، وتفتح فصلا جديدا من الصراع على اللقب الذي أصبح من أهم المنافسات القارية في المنطقة. والآن نصل إلى أهم لحظة، إلى توزيع المجموعات الأربعة التي ستحدد مصير المنتخبات، والتي ستلخص مواجهات من العيار الثقيل منذ الجولة الأولى. لنبدأ من المجموعة الأولى، مجموعة يمكن وصفها بسهولة بأنها مجموعة من النار: قطر، تونس، سوريا وفلسطين. قطر المستضيفة تدخل البطولة بدعم جماهيري هائل وبطموحات الذهاب بعيدا. تونس بخبرتها الكبيرة ستكون منافسا شرسا، أما سوريا وفلسطين فكلاهما يملك روحا قتالية عالية جعلت منهما خصما صعبا على أي منتخب. مجموعة ثقيلة لا يمكن توقع المتأهل منها بسهولة. ونصل الآن إلى المجموعة التي تهمنا أكثر، إلى المجموعة الثانية، مجموعة أسود الأطلس: المغرب، السعودية عمان وجزر القمر. اختبار حقيقي للمنتخب المغربي الرديف بقيادة الإطار الوطني طارق السكتيوي، الذي يدخل البطولة بمجموعة قوية وطموحة قادرة على الذهاب بعيدا. السعودية منتخب منظم وقوي دائما مرشح للمنافسة. عمان منتخب يعرف كيف يخلق المفاجآت. وجزر القمر خصم أثبتت في السنوات الأخيرة أنه لا يستهان به. هي مجموعة متوازنة، ولكن المغرب يدخلها بثقة وبطموح كبير: طموح الفوز باللقب ووضع بصمته من جديد على الساحة العربية. ثم ننتقل إلى المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات والكويت. مجموعة قوية تجمع مدارس مختلفة: مصر بخبرتها وتاريخها، الإمارات بمنهجها الفني، الكويت أحد أعرق المنتخبات الخليجية. مواجهة لا يمكن التنبؤ بنتائجها بسهولة. وأخيرا المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين والسودان. مجموعة ممتلئة بالقوة البدنية والمباريات الكبيرة والندية الكروية. العراق والجزائر من أبرز المرشحين للصراع على الصدارة، لكن البحرين والسودان قادران على تغيير موازين القوى في أي لحظة. وبانتهاء مباريات الملحق تحددت جميع المقاعد واكتملت لوحة المنتخبات 16 لينطلق العد التنازلي نحو بطولة ينتظرها العرب بفارغ الصبر. إنها ليست مجرد بطولة، إنها فرصة لإحياء المنافسات القديمة ولإعادة كتابة التاريخ ولإثبات مكانة كل منتخب على الساحة العربية. الجماهير الآن تستعد، اللاعبون يعيشون لحظات التركيز الأخيرة، والمدربون يضعون اللمسات النهائية على خططهم. الكل ينتظر، الكل يترقب، والكل يعرف أن بطولة كأس العرب في قطر ستكون مختلفة، أكثر قوة، أكثر إثارة، وأكثر شغفا من أي وقت مضى. أسود الأطلس يدخلون هذه النسخة بطموح كبير، بطموح رفع العلم المغربي عاليا، وبطموح إعادة أمجاد الكرة الوطنية في المحافل العربية. المهمة لن تكون سهلة، لكن طبيعة الأسود كانت دائما واضحة: كلما اشتد التحدي زادت الشراسة وازدادت الرغبة في الانتظار. ومهما كانت النتيجة، الجماهير المغربية جاهزة للدعم
جاهزة للتشجيع وجاهزة لترديد: ديما مغرب، ديما أسود الأطلس.